الفرق بين البنت والولد لما يكونوا مخنوقين ويتصلوا بأعز أصحابهم. يا صفاء عامله ايه يا صفاء؟ الحمد لله يا اختي والله، وانت عامله ايه؟ تعبانه قوي يا صفاء. ايه ده هناء مالك في ايه؟ عايزه شغل يا صفاء والله، عمال ادور يا اختي مش لاقيه شغل. الناس كلها داينتني اللي يسوى واللي ما يسواش مدين. الجامعه ليه عنده 400 جنيه والفكهاني ليه عنده 200 جنيه والجزار ابن الكلب ابن الجزمه ليه عنده 400 جنيه مش عارفه بيحوش لي فلوس. يخرب بيتك يا بنتي يا هناء، ما مصنع اختك موجود يعني انت عامله كل الحوار ده عشان عايزه تشتغلي؟ تعالي يا اختي اشتغلي من بكره الصبح يا اختي. والله يا صفاء انا ما عارفه اودي جمايلك دي فين يا اختي، والله كل ما اكلمك في حاجه الاقيكي تسدي كده ب 100 راجل. والله يا صفاء يا بنتي يخرب بيتك عده، احنا اخوات يا بنت. حمو حبيبي انت عامل ايه يا باشا؟ انا يا اسطى تمام يا اسطى الحمد لله. وانت عامل ايه؟ ايه ده مالك يا حمو في ايه؟ تعبان يا اسطى ومخنوق يا اسطى. يا اسطى الدنيا كلها جايه عليا يا اسطى. يا اسطى مفيش فلوس ولا في شغل ولا في اي حاجه، وعليا مصاريف الجامعه 90,000 جنيه ومش عارف اعمل ايه يا اسطى. يا اسطى مخنوق اه والله العظيم يا اسطى. يا حمو ما تهدى يا حمو، في ايه يا حمو؟ مش كده يا حمو، يا حمو اهدى كده واعقل كده، وكل حاجه بتتحل بالعقل يا حمو. في ايه؟ في ايه مالك يا حمو بقى؟ في ايه يا حمو؟ وبعدين كان في واحد صاحبنا كان عايز ناس تشتغل معاه في المصنع. يا عم لو كده شوفوا لك وتنزل معايا يا عم. بتهزر يا اسطى ولا بتتكلم جد؟ يا اسطى انا شكرا والله. طب مصنع ايه يا اسطى؟ ولو كده هنزل معاه من بكره والله. مصنع تلج، بس حته مصنع تلج من الاخر، والمرتبات ايه يا اسطى؟ في السما فوق يا اسطى. مش مهم انا اشتغل اي حاجه، انا مش هتفرق معايا اي مصنع اشتغل فيه، بس انا هعمل ايه في مصنع التلج؟ بص يا اسطى، هو انت بتروح المصنع ده بتغير تلبس شورت وبتقعد على اي تلجايه تطلع من التلاجه، لو ساقعه بتقول يا صدمة كبيرة يا والقلب